السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا علم في تونس يرفع فوق أو بدل هذا العلم، وهو عنوان تواصل الدولة منذ القرن التاسع عشر، وهو رمز الوطن. وإن جاءنا اليأس منه أحيانا، وإن جاءنا اليأس منه أحيانا، وإن جاءنا اليأس منه أحيانا، وحتى وإن فكرنا يوما باستبداله عندما نحن في قمة الإحباط، وحتى وإن فكرنا يوما باستبداله عندما نحن في قمة الإحباط، وحتى وإن فكرنا يوما باستبداله عندما نحن في قمة الإحباط. ومن ثم ومن ثم ومن ثم فالتعدي عليه هو التعدي على اللحمة الوطنية. لذلك أدعو الشاب الذي ارتكب جريمة إنزال هذا الرمز إلى تسليم نفسه، تقديم اعتذاره بعضم لسانه أمام قضاء مستقل. التعدي عليه هو التعدي على اللحمة الوطنية. التعدي على اللحمة الوطنية هو التعدي على اللحمة الوطنية. إذا كنت كرئيس كل التونسيين أعتبر نفسي ملزما بالدفاع عن حق الرأي والتعبير والعقيدة لكل المواطنين مهما تباعدت أفكارهم عن أفكاري وتوجهاتهم السياسية عن توجهاتي، فإنه لن يسمح لأحد بتنصيب نفسه الناطق الرسمي والوحيد باسم الوطن أو الدين العظيم، فكلاهما يجمع شملنا ويوحدنا. أنه لن يسمح لأحد بفرض آرائه وخياراته بالعنف، ولأي طرف بتحقير أو تكفير أي طرف آخر، ولا بأي اعتداء على أي مواطن تونسي على خلفية خياراته العقائدية والسياسية مهما كانت متباعدة عن خياراتنا. كمن لن يسمح لأحد باحتكار الراية ورفعها في وجه أبناء هذا الوطن. أنه لن يسمح بتكرار أي محاولة لتعطيل الجامعة وإرهاب أساتذتها وطلابها أو مؤسسات البلاد الأخرى، وستواجه مثل هذه العمليات في إطار القانون لكن بمنتهى الصرامة. مثل هذه العمليات في إطار القانون لكن بمنتهى الصرامة. مثل هذه العمليات في إطار القانون لكن بمنتهى الصرامة. أن يحدد المتطرفون مستقبلنا سواء جاءوا من هذا الجانب أو ذاك. يحدد المتطرفون مستقبلنا سواء جاءوا من هذا الجانب أو ذاك. ولن يحدد المتطرفون مستقبلنا سواء جاءوا من هذا الجانب أو ذاك. ولن يحدد المتطرفون مستقبلنا سواء جاءوا من هذا الجانب أو ذاك. لن يحدد المتطرفون مستقبلنا سواء جاءوا من هذا الجانب أو ذاك. أريد أن أذكر أن لتونس جيش أبي حمى البارحة الثورة ويحمي اليوم وسيحمي غدا الجمهورية ونظامها الديمقراطي. أن لتونس أجهزة أمنية استعادت عافيتها ومصداقيتها وتشارك جيشنا الأبي عزمه وعزمنا جميعا على حماية مقومات الدولة الديمقراطية في إطار القانون. أن لتونس طبقة سياسية مجمعة على مدنية الدولة وتحييد المساجد عن كل نشاط سياسي حزبي، وإرساء وتطوير النظام الديمقراطي الذي يسمح لكل الأطراف السياسية والعقائدية بالمشاركة في بناء الوطن دون أي وصاية أو إقصاء إلا لمن يريد نفسه وصيا على الشعب أو يقصي نفسه من المجموعة الوطنية. ورمزها هذا العلم، رمزها هذا العلم، ورمزها هذا العلم. أخيرا وليس آخرا، أن لتونس شباب على شاكلة خولة رشيدي على أهبة الاستعداد للدفاع عن العلم وعن كل ما يرمز إليه. وإني إذ أحيي وأهني خولة رشيدي على ما أظهرته من شجاعة وغيرة على رمز الرموز، أتوجه عبرها لشباب تونس أقول له بكل صدق وإخلاص أنه قام بالثورة ولم يجني لحد الآن حق اعتبارها، لكن الأمر ليس نتيجة خيانة لأهداف الثورة أو تقصير في خدمتها، وإنما لأن قطف الثمار لا يكون إلا بعد غرس الشجرة وسقيها وتعهدها بالعمل الدؤوب. لكن الأمر ليس نتيجة خيانة لأهداف الثورة، لكن الأمر ليس نتيجة خيانة لأهداف الثورة، لكن الأمر ليس نتيجة خيانة لأهداف الثورة أو تقصير في خدمتها، وإنما لأن قطف الثمار لا يكون إلا
إلا بعد غرس الشجرة وسقيها وتعهدها بالعمل الدؤوب، وهذا يتطلب وقتا، وإنما لأن قطف الثمار لا يكون إلا بعد غرس الشجرة وسقيها وتعهدها بالعمل الدؤوب، وهذا يتطلب وقتا. أن المستقبل مشرق بعون الله وبعزمه، أن المستقبل مشرق بعون الله وبعزمه، وبأتأكد أن حكومته الشرعية تعمل ليلا نهارا لتكون على مستوى التحديات الضخمة التي تركتها لنا عقود الاستبداد. أن المستقبل مشرق بعون الله وبعزمه وبعمله، أن عليه أن يحفظ هذه الرايات ومنع أن تستبدل بأي راية أخرى ترمز لمشاريع غير المشاريع التي ارتضتها الأغلبية الساحقة لشعبنا. الرحمة لشهدائنا، الشفاء لجرحانا، التقدم والسلام لشعبنا وأمتنا. أن المستقبل مشرق بعون الله وبعزمه، وبمستقبل مشرق بعون الله وبعزمه وبعمله. أخيرا وليس آخرا، أن لتونس شباب على شاكلة خولة رشيدي على أهبة الاستعداد للدفاع عن العلم وعن كل ما يرمز إليه.